حضرتك اشرتي موضوع اللبن، هو ان احنا ما ينفعش ناخد اي حاجه فيتامينات مع اللبن، لان هو امتصاص الكالسيوم اللي فيه بيبقى اعلى حاجه، فبيغطي على كل حاجه تانية. مظبوط ايه كده. رايك عامه في موضوع اللبن؟ وفي ترند دلوقتي عام بقى الناس تقول ايه، ما تشربوش لبن، ممكن يكون ليه اضرار. ايه رايك الشخصي في الموضوع ده؟ طيب عايزين بقى نقسم الموضوع ده كذا شق. امم. انا النهارده مين اللي هشرب اللبن ده؟ يعني لازم لما هاجي امنع اللبن ده كانديديت معين، اللبن يعليله الانفلاماتوري امم. ماركرز. كمان لو انا مثلا انسولين ريزيستنت، امم. لازم ابقى عارف ان اللبن زي ما هو مصدر للبروتين، هو مصدر اعلى للكاربس، وكمان اللي من مصدر سكري اللي هو لاكتوز اللبن. امم. كوبايه اللبن الواحده هي من 65 ل 70% سكر. امم. فانا النهارده مريض دايابيتس او انسولين ريزيستنس اللي هو مقاومه الانسولين او سكر نوع اول او تاني، هنا في بريكوشنز على اللبن. طيب لو انا من الناس اللي عندها هاي انفلاميشن او هاي ستريس، كمان اللبن مش هيبقى احسن حاجه بالنسبه لي. ولكن اللبن مفيد جدا، ولكن لمين؟ بنمنعه الناس هو مضر، ولكن لناس تانية لو انا فيري هيلثي طبعا مفيد جدا، وبنكتبه وبيبقى كمان ريكومندد، فحسب الكانديديت او البيشنت. اوكي.